محافظ الإسكندرية يتابع تصريف تراكمات الأمطار التي سقطت على مدار الساعات الماضية وتركزت تحديدا غرب مدينة الإسكندرية. إذن محافظ الإسكندرية يتابع تصريف تراكمات مياه الأمطار غرب مدينة الإسكندرية، تحديدا مدخل منطقة الأباري. ما هو يعني لسه الشنايش هنا ما اشتغلتش. اعمال التطوير هنا. طيب باقي اسكندريه، احنا دلوقتي كميه الامطار يعني كبيره جدا، واحنا الامطار شغاله من الساعه 12 لغايه دلوقتي. احنا الساعه تقريبا دلوقتي الساعه 4:30. ومعاليك اكثر الاحياء تاثرا يا فندم حاليا مع حي غرب يا فندم، يعني كل احياء سيادتك اتفضلت كلها كان عليها شتاء جامد جدا. منتزه اول ما فيش فيها مشكله، منتزه ثاني ما فيش فيها مشكله، شرق ما فيش مشكله، وسط الحمد لله مشاكله اتحلت، الجمرك مشاكله اتحلت، العجمي مشاكله اتحلت، العمريه اول وثاني مشاكلهم اتحلوا. حاليا يا فندم هي منطقه غرب بس هي اللي فيها بعض التجمعات وشغالين عليها. يعني احنا من الساعه 10 الصبح بنمر الحقيقه، يعني كل الشوارع الرئيسيه ما فيش اي توقف للحركه المروريه. عندنا بعض المشاكل في الشوارع الجانبيه خاصه في غرب. مظبوط يا فندم. هو ده اللي فيها تجمع، ودي منطقه فيها صرف صحي، فيها صرف صحي بس فيها تطوير يا فندم، وفيها طالع فيها يعني منشآت كتير جدا بتتطور وطرق بتتعمل، فعشان كده يمكن حصل تجمعات في الاماكن دي. طب يعني خليني اقول لك غيط العنب وبشاير الخير ومناطق غرب احنا شغالين عليها، عاوزين عربيات فيها على طول. مظبوط ان شاء الله. عايزين دعم يا فندم. وان شاء الله احنا خليني يعني اطمن مواطنين اسكندريه هم متابعين معايا في الشارع. احنا الامطار بدات من الساعه 12 ومستمره حتى الان، يمكن خفت حدتها شويه بعد العصر. كل شوارع اسكندريه بالكامل الحمد لله آمنة، العربيات بتسير فيها والحركة المرورية فيها جيدة جدا، ما عندناش أي مشاكل. بعض الشوارع الجانبية اللي فيها أعمال تطوير حدث فيها تجمعات للمياه خاصة في غرب اسكندرية، لكن كل مناطق الشرق والمنتزه أول والمنتزه ثاني كل المناطق دي الأمور فيها كويسة جدا. احنا واقفين دلوقتي في منطقة اللي تحت كوبري الأباري، المنطقة دي عشان فيها تطوير لسه ما فيهاش شنايش، فبنجمع الميه والصرف الصحي بيجمع الميه من خلال العربيات، لكن الامور الحمد لله تمام. الامطار بدات تخف حدتها خالص، احنا شغالين. يهمني اقول للمواطنين ان احنا الصرف الصحي لينا 4 ايام في الشارع، السواقين وعمال العربيات والاطقم الخاصه بالعربيات ورئيس مجلس اداره الشركه كله ليه 4 ايام موجودين في الشارع انتظارا للنوه الثقيله دي اللي هو نوه الفيضه، واعتقد ان احنا هنستمر حتى نوه الميلاد. احنا جاهزين في الشارع. الحاله المروريه باكد جيده جدا في جميع شوارع اسكندريه. مع المحافظ يعني اسكندريه من كميه الامطار اللي سقطت في كل انحاء اسكندريه النهارده، لكن التركز كان في غرب اسكندريه تحديدا، يعني سيوله مروريه في كل انحاء اسكندريه، لكن غرب اسكندريه خليني اقول لك ان احنا نفعنا النهارده ال3 مشاريع الضخمه اللي احنا عملناها الخاصه باستراتيجيه الامطار بالتنسيق مع وزاره الاسكان والصرف الصحي. امتصوا كل كميات المياه اللي موجوده على الكورنيش في المناطق اللي احنا اشتغلنا فيها، واستوعبوا حوالي 10% من كميات الامطار الزياده. النهارده اعتقد كميه امطار تزيد عن 15 مليون متر مكعب. انا مش هينفع انا اللي احدد، هنسيب الارصاد هي اللي بتحدد لنا كميات المياه، لكن معايا مجلس اداره رئيس مجلس اداره الصرف الصحي. انا بقول له غرب بالكامل ونجع العرب ومناطق غيط العنب كل ده متواجدين فيه لغايه ما يتم تصريف المياه تماما. الحمد لله شفنا النهارده الانفاق معظمها ما فيهوش اي مشاكل باستثناء اعتقد نفق محرم بيه كان في حاجه بسيطه كده لمده نص ساعه وانتهت على خير. الناس يا فندم اللي بتستغل الازمات فكره يعني تصوير تراكمات المياه الامطار في ظل الظروف الحاليه دي، يا رجل كل المسؤولين في المحافظه رساله كبيره يا فندم وحضرتك
الصور دي على السوشيال ميديا يا فندم يعني بيأثر سلبا على الناس ازاي؟ احنا لازم الناس موجوده في الشارع وشايفانا، ولما بنقول لينا 4 ايام مستمرين فاحنا بنأكد 4 ايام كل قيادات الصرف الصحي وشركه الميه وقيادات المحافظه متواجده في الشارع. التغيرات المناخيه هي اللي مأثره ومؤديه الى زياده كميات الامطار دي كلها. خلي بالك لما احنا بنراجع مع الارصاد الجويه الخرائط ما كانش واضح عليها ان كميه الامطار دي هتنزل علينا النهارده، ولكن كنا جاهزين ومستعدين. اما بعض المواقع وبعض البعض اللي بيحاول على السوشيال ميديا يصور حاجه على غير الحقيقه، لا مش هينفع. والمواطنين شايفين الاداء اللي بيتم وشايفين الشغل اللي بيتم. البعض بيصور بعض الطيور موجوده في الميه او فلوكه او عوامه، وارد جدا، لان في بعض الشوارع فيها تجمع لمياه الامطار، ولكن بعد التصوير ده بساعه واحده هتلاقي الشوارع كلها ناشفه وجافه وتم صرفها تماما. لازم المواطن يبقى مع مدينته ومع دولته ومع الاجهزه التنفيذيه اللي شغاله لصالحه. رساله غرب اسكندريه، اهلنا في غرب اسكندريه تحديدا يا فندم. انا هقول لاهلنا في غرب اسكندريه، المحافظ وكل القيادات وشركه الصرف الصحي والميه كل الاجهزه التنفيذيه موجوده معاه لغايه تصريف كميات الامطار بالكامل. ومعانا محمود بنافع حي يعني يشرح بالتفصيل. خلي بالكم احنا عندنا النهارده من الفجر 49 تجمع على مستوى مدينه اسكندريه، ودي عدد كبير جدا من التجمعات نتيجه غزاره الامطار منذ الفجر وحتى الان. إذا نتابع الآن عملية تصريف تراكمات مياه الأمطار التي سقطت بغزارة على مدار الساعات الماضية. اللواء محمود نافع رئيس شركة مياه الصرف الصحي، نطمن مواطنينا يا فندم. يا فندم احنا يعني زي ما سيادة الوزير تفضل كده، احنا من يوم الاربعاء رافعين الحاله، احنا في الشارع من يوم الاربعاء صباحا، النهارده اليوم الخامس على التوالي. احنا لينا منهجيه بس في الاول طبقا لتوجيهات معالي وزير المحافظ، بنبدا بالشوارع الرئيسيه. كان في بعض المستشفيات برضو اشتغلنا عليها، بعض المدارس عشان الطلبه كان مدارس النهارده اشتغلنا عليها، ثم يعني الحمد لله ما كانش فيه شارع رئيسي مقفول في اسكندريه كلها. كل اسكندريه كان عليها امطار، 10 احياء عليهم امطار في كل اسكندريه، حي او 2 أو 3 اللي اتاثروا قوي اللي هم المنطقه اللي احنا فيها حاليا، زي منطقه مثلا حي غرب، وكان الصبح كان في حي الجمرك. اسماء المناطق يا فندم؟ كان منطقه الجمرك، كان في شارع الاساسي جد المجهول والمنشيه، والحمد لله خلال فتره صغيره تم انهاء المشكله. برضو كان هنا في منطقه غرب كان اسفل كوبري الاباري، نجع العرب، اخر الشارع بتاع شارع في غيط العنب. يعني كل الاماكن دي احنا اشتغلنا عليها، بس زي ما قلت لحضرتك بنبدا الاول بالحاجات الرئيسيه اللي هي الشوارع الرئيسيه والطرق الرئيسيه، المدارس، المستشفيات، ثم لجأنا للفرعيات. يمكن احنا واقفين فيه حاليا ده احد الفرعيات، مش هنمشي ان شاء الله من المكان الا لما نخلص كل الميه سواء اللي هنا او في اي شارع جانبي كمان. الاماكن يا فندم اللي حضرتك ذكرتها في غرب اسكندريه، نطمن اهلنا خلال قد ايه سيتم الانتهاء من تصريف تراكمات الامطار؟ انا بوعد حضرتك ان احنا يمكن قبل نهايه اليوم ان شاء الله النهارده هننتهي منها كلها باذن الله. كل عربياتنا بعد ما بتخلص في الاماكن الرئيسيه بنوجهها للاماكن الفرعيه عشان نشيل منها الميه. احنا موقفين اجمالي حوالي 122 سياره على مستوى المحافظه و30 بداله موجوده على مستوى المحافظه. كل ده بيشتغل الاول موزعين وعشان الشتاء كان على المحافظه كلها. دلوقتي بنجمع بقى ونشتغل في اماكن محدده، وان شاء الله خلال وقت معين يعني ان شاء الله قبل نهايه اليوم ان شاء الله. هل في امكانيه بكره يا فندم الدنيا ايه؟ بكره في توقعات برضو امطار، بس امطار مش شديده قوي، طبقا للهيئه الارصاد امطار متوسطه وليست غزيره زي النهارده. معالي المحافظ يعني لو الناس بتسال يعني كيفيه صدور قرار تعطيل الدراسه يا فندم؟ يعني خليني اقول لك تعطيل الدراسه ده بيبقى له ظروف معينه.
لما ناخد قرار تعطيل الدراسه المحافظ ما بياخدوش لوحده، لا بيبقى في تنسيق مع الصرف الصحي ومع القياده التنفيذيه، وبنتابع مع الارصاد الجويه ومع القوات البحريه بتدينا اخبار كميات الامطار ايه، يعني ده بيبقى متكامل. خليني اقول للمواطن السكندري ان احيانا مثلا يوم الخميس ادينا اجازه وكانت كميه الامطار بسيطه، النهارده ما اديناش اجازه وكانت كميه الامطار غزيره. ده بيبقى نتيجه بعض الرياح، وبتاخد بعض السحب السوداء اللي كانت هتنزل علينا بتنتقل الى منطقه داخل البحر فما بينزلش امطار. فهي دي بتبقى على رؤيه الخرائط اللي بتديني كميه الامطار هتبقى قد ايه. امبارح كانت بيقولوا كميه الامطار خفيفه، لكن النهارده تبين انها غزيره. ولكن احنا بنراعي ظروف اولادنا، بيبقى براعي ظروف ان في امتحانات ولا ما فيش، براعي ظروف ان في اجازه ولا ما فيش، فده بيخليني بناء عليه بحدد اقدر اعطل الدراسه يوم او يومين او ما اعطلهاش. حتى الان يا فندم لسه بتتم دراسه المنطقه. لغايه دلوقتي انا هتابع باكر من خلال الارصاد الجويه كميه الامطار اللي ممكن تنزل علينا بكره، واقدر اقول هندي اجازه ولا لسه شويه. اخيرا يا فندم المستشفيات، حضرتك اطمنت النهارده على مفيش تراكمات مياه امطار في لا خليني اقول لك ان احنا عندنا كان في تراكمات كتير على 4 مستشفيات في اسكندريه، كان اولها مستشفى الجمهوريه، لكن الحمد لله يعني بالاستعانه مع الصرف الصحي تم تصريف كل كميات مياه الامطار اللي موجوده حوالين المستشفيات، واحنا مرينا على بعضها بعد العصر، والحمد لله الامور دلوقتي انا بطمن اهل اسكندريه الحاله هادئه تماما، والحركه المروريه والسيوله المروريه جيده جدا. شكرا. إذا محافظ الإسكندرية يطمئن على تصريف تراكمات مياه الأمطار غرب مدينة الإسكندرية، ويوجه كافة الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع كافة التراكمات الموجودة في منطقة نجع العرب وعدد من المناطق الأخرى غرب مدينة الإسكندرية.